تعالي اقولك اسرع واسهل طريقة لتخزين البامية، بما ان البامية اليومين دول كتيرة وخلاص بتودع كمان في نفس الوقت، فنلحق بقى نخزنها بطريقة حلوة جدا سهلة هتطلع معاكي حلوة جدا، هتعيش معاكي في الفريزر من السنة للسنة وهتطلع من الفريزر اكنها لسه معمولة فريش. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا اول حاجة بنقمع البامية كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده باخدها اجهزها واغسلها غسلة كويسة جدا جدا. بعد ما اقمعها بغسلها، ممكن طبعا تغسليها الاول قبل ما تقمعيها، في ناس بتعملها كده وفي ناس بتعملها كده. بقمعها الاول وبعد كده بقوم غسلاها بقى وسايباها كده تصفي المية بتاعتها، وبعد كده بشتغل فيها على طول. وهنشوف هنعملها ازاي، هتطلع معاكي خضرة وجميلة ولونها هيكون تحفة جدا. تمام كده، يلا بينا نشوف هنخزنها ازاي مع بعض. اول حاجة بنكون مجهزين مية ساقعة فيها تلج كمان متلجة يعني جنبنا عشان هنحتاجها، دي اول حاجة كده على جنب. تاني حاجة معايا بنكون بقى مجهزين الحلة بتاعتنا على النار، بجيب حلة احطها على النار واسيبها لحد ما تغلي معايا خالص. وبعد كده هكون مجهزة عصير ليمونية. عصير ليمونية دول 2 كيلو من البامية هيحتاجوا ايه عصير ليمونية، كل كيلو عليه نص ليمونية بس تكون كبيرة، لو الليمون صغير هتستخدمي ليمونتين. واسيب الليمون بقى يغلي، وبعد كده هكون مجهزة طبعا البامية زي ما قلت لكم، غسلتها وسبتها تتصفى كويس. هنزل بقى بالبامية كده في المية اللي بتغلي دي، اهم حاجة المية تكون بتغلي وتعصري الليمونة قبل ما تنزلي البامية بتاعتك في المية علشان تطلع معاكي خضرة خالص وتبقى اكنها فريش لما تطلعيها من الفريزر كمان. تمام كده، هبتدي بقى اقلب فيها كده لحد ما الاقيها بتقلب معايا قلبة واحدة بس. اول ما تبتدي تقلب معايا كده هتكون جاهزة معايا. هنا بقى هجهز المية زي ما قلت لكم، مية ساقعة، وكمان هحط فيها مكعبات من التلج علشان دي خطوة أساسية. نطلع البامية من المية السخنة ننزلها في مية ساقعة زي كده، بنكون بنديها صدمة علشان تفضل خضرة وتحتفظ باللون بتاعها الأخضر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هتعيش معاكي زي ما قلتلك من السنة للسنة بالطريقة دي، وسهلة خالص ومفيهاش اي حاجة، وعمرها ما تجرمز منك وهي بتستوي، بالعكس ما بتاخدش تسوية خالص. طريقة التخزين دي بتخليها حلوة قوي، ما بتاخدش اي تسوية على النار، عمرها ما تجرمز منك، بتستوي في ربع ساعة على النار وبتلاقيها جاهزة. هاخدها بقى اصفيها من المية اللي احنا سويناها فيها. اول ما بتقلب قلبة واحدة بقوم شايلها على طول مصفياها، وانزل بقى في المية اللي هي متلجة. اهم حاجة المية تكون متلجة وفيها تلج علشان تديكي نتيجة حلوة وتفضل خضرة اللون اللي انتوا شايفينه ده، هتطلع معاكي من الفريزر بنفس اللون كده. خلاص هبتدي بقى ايه اديها الصدمة بتاعتها وابردها تماما، لازم تبرد تماما. بعد كده هاخدها بقى من المية دي اصفيها كويس جدا، وبعد كده هنبتدي نخزنها في الاكياس بتاعتنا. اعملي بقى الكمية اللي على قد الطبخة على طول، يعني الكيس كده زي ما انتي بتحتاجي وزي ما اولادك بياكلوا هتبتدي تخزنيه على هذا الاساس. تمام، هبتدي كده احاول اطلع الهواء منها، وبعد كده هنقفل على الكيس كويس، وخلاص كده هتكون جاهزة معايا. اسرع واسهل طريقة لتخزين البامية. ما ينفعش خالص نقمع البامية ونقوم غسلينها وشايلينها في الفريزر، عمرها ما بتستوي منك، بتطلع سودة جدا، بتطلع من الفريزر سودة، لان في ناس بتعملها كده. وبيكون كمان ما بتستويش خالص على النار، بتقعد بالساعتين على النار ومش بتستوي. فما ينفعش خالص نقمع البامية ونشيلها من غير ما نديها الغلوة اللي على النار دي. بتفرق جدا في تخزين البامية. هي دي الطريقة الصحيحة والسهلة لتخزين البامية، طول عمري بستخدمها من سنين السنين وبتطلع معايا حلوة جدا، وما فيهاش اي حاجة. يعني انت يا دوبك بتحطي ليمونة في المية اللي بتغلي وتنزلي بيها وخلاص كده بتكون جاهزة. خلصت بقى الكمية دول كانوا عندي 2 كيلو، وطبعا عملت كذا حاجة يعني. خزنت بقى البامية بتاعتي، كل سنة وانتم طيبين، خلاص كده بتودع. بس حبيت اشارك معاكم الفيديو ده علشان لو حابين تخزنوها قبل ما تخلص بقى بتكون حلوة، واي حاجة بتخزنيها في البيت بتنفع وبتكون حلوة. يعني بصي، جالك ضيف انتي تعبانة ومش قادرة تعملي حاجة، بتطلعي من الفريزر بتستخدمي الحاجة اللي جاهزة على طول، فبتوفر معاكي وقت كتير جدا. يعني بجد الحاجات اللي بتتخزن دي حلوة قوي، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. ولو وصلتوا معايا لهنا حطوا لايك، شاركوا الفيديو مع كل اصحابكم وحبايبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.